بيبدأ الفيلم مع بنتنا القمر مايسو وهي شغالة في محل المخبوزات بتاعها. ولما بتكون شغالة في اليوم ده بيجي زبون وبيكون لسه طالب بالثانوي اسمه هيون. وأول ما بيدخل المحل مايسو بتتكلم معاه ولكن بيتجاهل كل كلامها وبيطلب الحاجة اللي هو عايزها ولكن ما بتكونش موجودة في المحل، وبتقوله انه ممكن تجيبها من المحل اللي جنبهم. وبنفس الوقت بتيجي يونجا صاحبة المحل مع مايسو وبتقول لها على اللي حصل وراحوا علشان يراقبوه، وبيقولوا لبعض قد ايه باين انه شخص غريب كأنه لسه خارج من السجن. ولما هيون بيكون معدي من جنبهم بيشوفهم معلقين ورقة طالبين فيها عامل بدوام جزئي، ولما مايسو ويونجا بينتبهوا انه قرأها بيشيلوها. وبنلاقي انه هيون بيكون واقف بعيد عند مدرسة للثانوية وبيكون بيراقبهم، وبيقرر خلاص انه يرجع لمحل يونجا وبيقول لها انه عايز يشتغل معاها بالمحل. وبدون مقدمات بيبدأ انه يشتغل وبيقول لها انه هيعمل كل اللي عليه. ويونجا بتقول له انه لازم يهتم بدراسته بالوقت ده ولكن بيقول لها انه خلاص ساب الدراسة. وبفضول بتسأله يونجا لو هو فعلا لسه خارج من السجن قريب زي ما الكل بيقول، فبيقول لها انه ده موضوع شخصي ومش عايز يتكلم فيه بالوقت ده. وبتعدي الايام عليهم مع بعض وهيون بيكون بيشتغل جامد جدا معاهم. وبيوم بيسأل مايسو ويونجا لو هم اخوات، فبتقول له مايسو انه يونجا كانت بتشتغل مع مامتها من زمان قوي ولكن بعد وفاة مامتها يونجا كملت تربيتها والاعتناء فيها في كل الاوقات. ومع الوقت هيون بيبدأ انه يرتاح لهم وبيقول قد ايه كان نفسه انه يخرج من سجن الاحداث اللي كان فيه، ولكن الخروج من السجن بالوقت ده كان فعلا مستحيل. ولكن هو لسه بيتمنى انه تحصل حاجة في حياته تغيرها للافضل. واكيد طبعا بيكون باين قد ايه انه هيون معجب بمايسو، ولكن المرة دي فعلا بيكون الاعجاب متبادل ما بينهم. وبيقرروا مايسو ويونجا انهم يغيروا الستايل بتاع هيون، وبسبب ده كل بنات الثانوي بيكونوا متجمعين عند المحل بتاعهم، وده اللي بيخلي مايسو تبدأ مشاعرها تتحرك وتغار عليه. وبيوم بييجوا اصحاب هيون من المدرسة وواحد بيقول انه هو اللي هرب هيون من السجن، وبيبدأوا انهم يتكلموا بصوت عالي جدا وبطريقة مزعجة ليونجا ومايسو. ووقتها بياخدهم هيون وبيخرج بعد ما بيكون اخد اول راتب ليه من يونجا، وبيروح معاهم يشربوا ويسهروا. ووقتها هيون بيفتكر لما كانوا بيلعبوا على سطح المدرسة وشد هو وزميله بالخناقة، ووقتها وقع زميله من السطح ومات، وبسبب كده هيون اتسجن. وعلى كل ده بيعدي 3 سنين والمحل بيكون اتقفل خلاص، وبتكون مايسو بتشتغل بإذاعة وهيون بيكون بيشتغل شركة توصيل. وبيوم بيعدي هيون من قدام المحل بتاعهم وبالصدفة بتكون مايسو موجودة، والاتنين بيرتبكوا جدا من بعض ولكن بيكونوا فرحانين قوي انهم شافوا بعض بعد 3 سنين. وبتسأله انه لو كان فاضي بكرة واذا ممكن يتغدوا مع بعض، بس هيون بكل حزن بيقول لها انه بكرة هتبدأ الخدمة العسكرية بتاعته. وبتزعل مايسو جدا انه الزمن في كل مرة مصر انه يفرقهم، ولكن بيقرروا انهم يتبسطوا في اليوم ده. وبتاخده على شقتها وبتقوله انه كلمة السر هي نفس الكارنيه بتاعها للجامعة، وبتقوله على الايميل بتاعها علشان يكونوا على تواصل طول ما هو بالجيش. وبيعدي الوقت وبيكون الايميل فيه مشكلة والرسائل ما بتوصلش، ومع كده بتفضل مايسو انها تبعت رسائل لهيون. وبتخلص فترة الجيش بتاعته بعد 2 سنين وبيفضل يدور على مايسو كتير جدا، وبطريقة ما بيقدر انه يبعت لها رسالة. وقتها اخيرا بيرجعوا انهم يتواصلوا مع بعض يوميا، والموضوع بيتطور ما بينهم وبيعيشوا مع بعض بكل حب. وبيكون هيون بيروح لها الشغل وبيكون فخور بيها جدا انها بقت ناجحة بشغلها، وهيون كمان بيكون بيشتغل بدوام جزئي. وبيوم المدير بتاع مايسو بيعرض عليها انها تكون مديرة المشروع الجديد، وهي فعلا ما بتصدق وبتفرح جدا، ولكن اصلا المدير بيكون معجب بيها وعايز انهم يرتبطوا. وبتحس فعلا وقتها مايسو من كلامه انه في حاجة غريبة. وبتيجي الذكرى العاشرة لزميلهم اللي مات وبيتجمعوا كلهم مع بعض، وبيروح هيون لاخت زميلهم علشان يعرض عليها فلوس او اي مساعدة، ولكن هي لسه للوقت ده مش قادرة انها تسامحه وبتطرده. وفي يومها بيرجع هيون على البيت حزين جدا، ومايسو بتكون حاسة بده. ولما بتسأله مالك وكنت فين النهاردة بيقول انه كان عند عمته، وهي بتكون متأكدة انه كذاب. وتاني يوم بالشغل مدير هيون بيكون عايز انه يفتح مشروع جديد، وبكده بيكون هيون مضطر انه يسيب شغله. وبيسأله المدير عن صورة مايسو اللي معلقها أسئلة غريبة ومش مريحة، ولكن هيون ما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل وبيرد عليه عادي. وبتحاول مايسو بعدها انها تعرف اكتر عن ماضي هيون لانها بدأت تحس ان علاقتهم بتبعد قوي. وبتكلم واحد من اصحابه بيقول لها كل حاجة، وعن اخت صاحبه اللي هيون بيحاول انه يديها فلوس او يساعدها باي طريقة. ولما بتروح على البيت بتقول لهيون اللي حصل، ولكنه بيتعصب جدا وبتشد الخناقة ما بينهم. وبيسيب وقتها هيون البيت وبيروح لصاحبه وبيكسر سيارته، وبيشدوا في الكلام مع بعض. وبيقول له انه من وقت الحادثة محدش فيهم عايش مرتاح ابدا، وعلشان كده انت كمان مش لازم تنسى اللي حصل وتبدأ حياة جديدة عادي كأنه ما حصلش حاجة، اللي هو يعني لو انا مش مبسوط خلاص محدش هيتبسط. ولما بيرجع هيون البيت ما بيلاقيش مايسو، وتاني يوم بيروح على مكان شغله القديم لانه نسي الصورة اللي كان معلقها لمايسو. ولكن المدير المستفز بيشوفه وبيقول له انه ما تدورش كتير وما تتعبش نفسك لاني اخدت الصورة، والاحسن انك تبعد عنها لانه بوجودك هتفضل مكانها ومش هتتقدم. وبيفضل هيون يلحقه
بيفضل وراه لحد ما بيشوف مايسو ركبت معاه السيارة، وبرضه ما بيستسلمش وبيلحقها لحد ما بتنزل. وقتها بيروح يحضنها وبيفضل يعتذر منها وبيقول لها انه بيحبها جدا ومش ممكن انه يسيبها، ولكن هي بتكون باردة جدا معاه وبتقول له انه بدل ما تهرب من الماضي بتاعك انت لازم تواجه علشان تعرف تتبسط بعد كده، وبتقرر انها تنفصل عنه. ووقتها هيون ومايسو بيمروا بفترة صعبة جدا، ولكن بعدها هيون بيبدأ من جديد، بيبدأ يشتغل وبيقترح فكرة على المدير انهم يبثوا البرنامج بتاعهم على الانترنت، وفعلا بيحصل. وبتكون حلقة البرنامج عن اكتر الاشخاص اللي دايما بتفكر بيهم في يومك، وهيون بيقول للمذيع عن مايسو وبيطلب منه انه يذكر اسمها، وبتكون مايسو اصلا متابعة البرنامج، ولما بتسمع الكلام بتسيب كل حاجة من ايدها وبتروح علشان تصالح هيون، وفعلا بيرجعوا لبعض وبيشوفوا وقتها بعض، وبيكون قرار نهائي منهم انهم يكملوا مع بعض مبسوطين وينسوا كل اللي حصل معاهم في الماضي. وبس كده بيكون خلص ملخصنا النهارده. ما تنسوش انكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.